أول تعليق من زين الدين زيدان بعد خسارة الأهلي من الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق النجم الفرنسي زين الدين زيدان وأدلى بتصريحات صحفية خاصة نقلتها الإذاعة السعودية منذ قليل فاجأ بها الجميع بعد هزيمة الأهلي من الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي. قال زيدان في تصريحاته: لقد تابعت مباراة الأهلي والزمالك ولفت نظري الحضور الجماهيري للفريقين، وكانت مباراة حماسية جدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كنت أتوقع أن يفوز الأهلي باللقب، وهذا بسبب فارق الإمكانيات الكبير والتاريخ الذي صنعه النادي الأهلي منذ تأسيسه، ولكن تفاجأت بسيناريو لم يكن متوقع بالنسبة لي شخصيا. وجدت لاعبي الأهلي ليس لديهم أي رغبة في تحقيق الفوز رغم تقدمهم بهدف في الشوط الأول، ولكن هذه هي كرة القدم، لا بد أن تمتلك الرغبة في الفوز حتى وإن كنت تمتلك الإمكانيات. لا بد من وجود الرغبة في الفوز. مدرب الأهلي هو الآخر يتحمل جزءا كبيرا من هذه الهزيمة، لأنه أعطى الفرصة لمدرب الزمالك في التفوق عليه تكتيكيا رغم قلة جودة لاعبي الزمالك وتقدم بعضهم في العمر. أعتقد أن هزيمة الأهلي ستكون فرصة لتصحيح المسار فيما هو قادم. أنا أحب النادي الأهلي وأعلم جيدا أن عودته ستكون قريبة، وهذا أعرفه من وقت طويل. وفي النهاية أبارك لنادي الزمالك على الفوز، وأتمنى للجميع التوفيق في إفريقيا وفي مصر وفي الوطن العربي بشكل عام.